في مثل بيقول لك عيب الزاد ولا عيب سيدو. انا زمان طبعا كنت بدرس في الجامعة، وفترة الاجازات يا هو بمشي البلد، يعني بعض المرات كده بشتغل في البحر، يكون في موسم الزيادة في موسم النزول، يا هو بنكون في البحر ده. يوم كان ماشيين حتة اسمها الطلحة، الطلحة دي كده عليه الدويم للناس اللي بيعرفوها. وقلنا يا اخي والله نحن بدل نمشي مرة واحدة، نمشي تدريجيا، يعني زي ما بقولوا بالكرة، نكور هنا ونكور هنا لحد ما نصل. بديناها من راس شبش هو ماشي، لما وصلنا العميرية وصلناها مع المغرب، قلنا يا اخي نكر لنا كرة ونطلع منها ملاحنا ونتعشى منها وننوم هنا ونشوف الحاصل شنو، بكرة نكمل. رينا الكرة وعندنا عجين خامرينه كده من المغرب، قلنا يا اخي نمشي بأمورنا صاي. يا زول كرينا لك الكرة وقطعنا سمكنا كده، وشوفنا لك البراق ويقى الشالع ساقط لك لها مرويق برق قبلي. يا زول خلالك الجودة والدنيا دي خلاص زي ما بقولوا كتمت. كنا زلابيتنا ديك شديناها سريح سريح كده، طق طق كناها قبل الهوا يجي. بعد كنا الزلابة كده طوال الهوا جا وجات لك المطرة، يا اخي ساقطنا ليك مطرة مطرة زي المطرة. الحطب طبعا خاطرنا في راس المركب اتبلى وبقى مويه، وحالتنا بقت بالبلة لما الشغلانة عصرت علينا. قلنا يا جماعة هوي المطرة دي والله يجهجهنا، ونحن كنا زي تقريبا 9 ولا 10 كده. المهم يعني دخلنا لك العميرية دي، دخلنا مشينا كده هذول جارين الساعة 1 بالليل الكلام ده. شفنا لنا ديوان كده مطرف، معنا كان واحد اسمه دريس ضحيب الله ربنا يدي العافية. المهم كان مكفول بالرزة، الطبلة مرزة ديك، قلعة كده لفاها كده قلعة. ودخلنا الديوان لقينا لك ما فاضي، لا فيه سرير ولا فيه ده ولا فيه فرشات كده متكولات بالجنب. دخلنا الديوان جعانين جوعة، اقسم بالله العظيم جوعة زي الجوع، والمطر ساكن. يعني الساعة 1 2 كده كان جانا لك واحد السلام عليكم. وعليكم السلام ببطاريته، كيفكم؟ كويسين كويسين. ها جماعة جعانين مياكلين. في واحد كده دار يقول له مياكلين، درسوا حي والله، قال لا زول والله نكون معاك واضحين ما انا مياكلين. والله الزول ده مشي جاب لنا ليك عصيدة بالليل ده، انا ما عارف جابها من وين، اللحم لقوه وين ما عارف. لنا القداحة دي وعصيدة بيتقلية أكلنا فيها أكل جد بالظلام إلا بالبطارية. والله العصيدة لحد الآن بذكر طعمه، يعني أنا بالنسبة لي دي أحلى عصيدة في الدنيا. ومن الجوع لو الزول ده كان جاب لنا بصل، جاب لنا كسرة بموية، جاب لنا أي حاجة نحن بناكله، يعني جوع جوع. أهم دي كان بقيت يعني إذا جا ضيف إذا جا كده بالنسبة لي حتى لو عندي بيمويه بسكويت بجيبه لي، ما فارق معي. لأن أنا الجوع الفوقي شفتها، الجوع دخلت فوقي دي. يعني أنا الزول ده لو جاب كسرة بمويه، جاب بصل مقطع، جاب سلطة، جاب إيش باكله. يا دوب عرفت المثل ده عيب زاد ولا عيب سيدو. يعني في المواقف الزي دي انت يا اخي زول بالليل جعان، زول جاك مسافر، زول جاك نازح، ما عارف وضعه شنو، ما عارف ظروفه شنو، ما تقول يا اخي الله دي كسر بمويه ما بوديها ليه، دروب ما بودي ليه، دي مويه السكر ما بوديها ليه. يا اخي تودي له اي حاجه، هو يا باه يقول لك انا ما دايره، ما في مشكله تكون عملت عليك. لكن مرات نحن في مواقف يا اخي والله مره زردتنا مطر قسما بالله بناكل البصل ذاته ما لقينا. البصل ده شفته ما لقينا ذاته كمل، شفت البصل ده ذاته عشان ناكله كمل ما في. بتحصل مواقف زي دي، يعني انت ما تشوف نفسك قاعد في بيتك كده امورك مية مية ومرتاح وكلام زي ده تعزل انا ده عايز ولا ده ما عايزه. لا في الخلا ده، في الظروف، في السفر بتلاقيك ظروف بيلاقوك ناس داير الكسرة بمويه، داير كسرة بروب، اي حاجه بياكلها ما عنده مشكله. المهم انت طلع عليه ان شاء الله كسرة حاف، ان شاء الله عيش ناشف بياكلوا. قصت لكم القصه دي عشان المثل ده انطبق فينا، يعني انطبق فينا، يعني مش عيب وزاد ما سمح لا. يعني نحن في الموقف ده كان ايش بالنسبه لنا بناكله، لكن والله كانت احلى عصيده ولسه بتذكره موقف ولسه بتذكره. تحياتي لكم.